بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفانتزي، والنهارده كلامنا هيكون عن الجولة الثامنة اللي حصل فيها كذا حاجة كده هتخلينا نتكلم أكتر برضو في نصايح مهمة عن الجولة التاسعة. فالنهارده كلامنا هيكون متقسم شوية نوعا ما. بعد التوقف الدولي حصلت حاجات كتيرة قوي محتاجين إن احنا ناخد بالنا منها هيكون الكلام على جواو بيدرو، ماتيتا، ليفربول، كل الكلام ده هيكون في حلقتنا النهارده. الجولة الثامنة اللي كانت دليل وإثبات كافي جدا إن أي لاعب أنت هتبيعه او هتفكر انك تبيعه او بتفكر انك تشتريه فهو هيكون دايما ضد القرار اللي انت هتاخده. لو انت اشتريت لاعب هو هيخزوقك وهيبلانك، لو انت بعت لاعب زي حالاتي كده زي ما بعت ماتيتا هو خزوقني وجاب هاتريك. مش عارف نتصرف ازاي. نصايح كتيرة جدا النهارده هنتكلم فيها عن الجولة التاسعة، تكرف مين وتجيب مين وتصبر على مين، وافكاري للجولة التاسعة هتكون عاملة ازاي. فمن غير كلام كتير خلونا ندخل في الحلقة. ولكن قبل ما ندخل ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة وفلسطين، ربنا يرحم الشهداء ويصبرهم ويثبت الارض من تحت اقدامهم، وان شاء الله النصر عن قريب لينا ولفلسطين. خلينا ندخل في الفقرة الأولى من حلقة النهاردة وهي تكرف مين. 4 لعيبة لازم تكرف لهم. أول لاعب معانا وهو جواو بيدرو من تشيلسي. كفاية عليه أول حد كده، الواد كان مريح بقاله أسبوعين في الشامبيونز ليج، مريح كل حتة مريح. فأنا مش فاهم أنت فين من ال3 أجوان اللي تشيلسي جابتهم. أنا ما أعرفش أنت ليه ما عملتش أي حاجة. حرفيا ما فيش، ما كحش حتى، ما عملش أسيستات، ما عملش أي ضربة جزاء، ما فيش أي، ما خدش إنذار حتى. يعني حرفيا هو ميت، هو ما عملش اي شيء ليه علاقه بكره القدم. يعني انا مش فاهم بصراحه. اصبر عليك اكتر من كده ايه؟ ده لو كان معايا، هو الحمد لله مش معايا، ولكن انا اتخزقت في حته ماتيتا. ولكن خلاص اللي حصل حصل الحمد لله. يعني مش هنبص ورانا كتير. يعني الخوازيق ياما علمتنا، ياما جوارديولا واسم التشانل دي علمتنا. يعني انا مش محتاج ابرر لكم ايه سبب الخوازيق. يعني ما كنتش انا اسمي القناه الاقرع. يعني صباح الفل. على كل حال، حتى لو نسبه جواو بيدرو معديه 60%، فانا بقول لك بيعه واخلص منه. حتى لو هيعمل حاجه الجوله الجايه كفايه. حلو قوي لحد كده الصراحه. صلاح اللي فعلا كانت كل الناس اللي معاها في لعبه الفانتزي اعتمدوا عليه بشكل كبير ان دي اخر جوله هيصبروا عليه. وانا قلت في الحلقه اللي فاتت ان يصبروا على صلاح، لان الجوله دي هي اللي هتحدد اذا كان يتباع ولا يتجاب ولا هو يفضل موجود عندك في تشكيلتك. مش لازم يتجاب حتى، ولكن اللي شفته اصلا في الماتش عكس كل ده تماما. كلام ارني سلوت حتى بعد الماتش هو بيبرر لنفسه الغلط بغلط، بيقول ان هو بقاله 4-5 ماتشات بيلعب بلعيبه وجاي قدامنا احنا بيلعب بلعيبه تانية. حضرتك اصلا ما بتكسبش بقالك ماتشين 3. صباح الفل فوق يا عم ارني سلوت. لا 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 لا، صباح الفل. مش منطقي انك تيجي تقول لي ان هم بيغيروا التشكيله. ما حتى لو بيغيروا التشكيله انت المفروض تبقى عامل حسابك. صباح الفل، انت ليفربول، انت معاك احلى باك ليفت، احلى باك رايت، معاك احلى مهاجم، معاك احلى خط نص. عايز تعمل ايه تاني؟ معاك افضل جناح في العالم. يعني مش فاهم معاك عايز تعمل ايه تاني. احنا محتاجين مدرب في ليفربول عامه. على اي حال برضه نفس الكلام في جواو بيدرو. هي دي كانت حجه بصراحه ان ليفربول تخسر من مانشستر يونايتد 2-1، فده يكون سبب ان احنا نبيع محمد صلاح. رايندرز اللي قرفني بصراحه وقرف الناس كلها وقرف ملاك وكل حاجه. الواد بصراحه انا مش عارف امتى الجرس اللي بره ده هيفصل، بس انا هفضل مكمل في الحلقه. انا مش عارف هو باين في الصوت اصلا ولا لا. المهم يعني ان رايندرز انا فضلت عنك يا باشا. يعني انا فضلتك عن ندياي خرج ب8 نقط في نفس الماتش اللي انت بتلعب فيه. انت بتدخل جوه البوكس بس. يعني نفسي تلمس الكوره، تعمل الاسيست، طب تعمل مساهمات دفاعيه، طب كحه، قول اي حاجه. مفيش. انا صبرت عليك برضو نفس الصبر اللي انا صبرته على صلاح ويمكن اكتر زياده الصراحه. بس انا يعني كنت بفضلك نوعا ما عشان انت ارخص خط نص وبتلعب في مانشستر سيتي في التوب 6 او في التوب 4 كمان دلوقتي. فيعني خلاص اللي انا شايفه فيك ما بقاش موجود. فانا شايف بصراحه ان وجودك ما بقاش مهم داخل تشكيلاتنا كلنا. لو انت مش معاك رايندرز يعني مش لازم تجيبه. لو انت معاك رايندرز خليه، هو كده كده يفضل يلعب على الدكه. يعني فما تلعبش بيه بشكل اساسي. ولكن لو انت بتلعب بيه اساسي، لا، ففكر انك توصل لحد زي نيديوي هيبقى احسن. وانا شايف ان ده امثل وقت تجيب فيه نيديوي. هو فورمته حلوه والواد مركز، الواد قصاد الفرق الكبيره حتى بيجيب زي ما شفنا قدام مانشستر سيتي. فانا شايف ان وجوده هيبقى مهم يعني. وهنتكلم عن ده في تجيب مين. اخر لاعب معانا خالص وهو جيوكيريز من ارسنال. 4 جولات، ال4 جولات نقطتين، بيفضل يسرع في شعره. فانا شايف ان كفايه عليه قوي كده تسريح.
يعني خلاص ممكن يجيب مشط ويسرحه، انما فكره ان انا اسيبه يسرح في تشكيلتي لا مش حلوه الصراحه. انا هسرحه هو ونشوف حد نجيبه غير جيوكيريس. وخلينا نخش في الفقره الثانيه اللي معانا النهارده، وهي فقره تجيب مين للجوله التاسعه من فانتزي الدوري الانجليزي. اول حاجه لازم تفكر فيها انك ما تدخلش الجوله التاسعه الا بدبل اب من دفاع ارسنال، تمبر وجابرييل. دي الثنائيه اللي انا بفضلها، او كالافيوري وجابريل. الاثنين دول المهم ان يكون العنصر المشترك بينهم وهو جابريل. جابريل لازم يبقى موجود. شفت ان هو عمل اسيست وخرج بكلين شيت وبونص. الواد روق على الدنيا كلها اللي معاه جابريل، واللي استفاد اكتر انا، لان انا كان معايا تمبر وجابريل، علتني في الرانك شويه نوعا ما. فاللي مش معاه تمبر وجابريل لازم تفكر جدا جدا جدا. انا مش عارف انت بتلعب ازاي اصلا لحد دلوقتي. يعني انا قلت ان هو ممكن في فولهام ما يعتمدوش على كلين شيت، لا جابوا كلين شيت عادي جدا وخرجوا، مع ان فولهام فرقه رخمه بتجيب مثلا بيخسروا 4-1 3-1 2-1. لازم يجيبوا جون، لازم يتكلحوا على الفريق اللي بيلعب قصادهم. تاني لاعب معانا لازم تفكر انك تجيبه هو جويهي من كريستال بالاس. خطير جدا، عمل اسيست الماتش اللي فات قصاد بورنموث. اي نعم كان ماتش صباح الفل، مدعكه في بعض، الفرقتين بيلطشوا وخلص 3-3. هو ما نقدرش نحكم عليه بصراحه، ولكن جويهي ككابتن كريستال بالاس خرج ب4 نقط مهمين نوعا ما، بيعمل مساهمات دفاعيه، فحتى لو ما خرجش بكلين شيت او مساهمات هجوميه فهو معاه المساهمات الدفاعيه، يقدر يخرج لك ب3-4 نقط منها مرتاح قوي يعني. واخر لاعب معانا في فقره تجيب مين، وهو البني ادم اللي حط افضل هدف في الجوله الثامنه، وهو فولتاميد مهاجم نيوكاسل. الواد جاب جون ولا تحس ان هو بيلعب في دوري هواه مثلا، بيجيبه في الدوري المصري عادي. انا مش فاهم ده جابه ازاي كده في الدوري الانجليزي وبيلعب مرتاح وهادي وراسي. حتى ستايله في الملعب غريب ومختلف، انا مش فاهمه الصراحه. الواد اصلا شكله بصراحه هو صفقه حلوه لنيوكاسل، ومبروك عليهم الحته دي الصراحه. حته صايعه وحته حلوه وحته انا بحبها بصراحه. فولتاميد هو اللاعب المفضل بالنسبه لي دلوقتي كمهاجم جنب هالاند بصراحه. واللي كان بيفكر يجيب مين مكان ماتيتا الجوله اللي فاتت او الجوله دي كمان مكان جيوكير، زي ما بقول لك بيعه. فولتاميد هو نمبر 1 دلوقتي بعد هالاند في خط الهجوم. وخلينا نخش في ثالث فقره معانا، وهي فقره تصبر على مين للجوله التاسعه. 3 لعيبه. اول لاعب لو لسه معاك ماتيتا سيبه، لو لسه معاك ماتيتا وما سمعتش كلامي انا اسف، اقسم بالله والله انا اسف، بس يعني هنعمل ايه؟ هي اللعبه كده. هو الواد اتحط قدامه هاتريك فقال لي يجيبه، خلاص يعني هنعمل ايه؟ في 3 دقايق والله، ولا مش عارف، ده تقريبا اقصر هاتريك اتجاب، ما اعرفش. المهم يعني ان هو في جاب هاتريك وظرفني احلى خازوق في الدنيا كلها. كان ممكن يرفعني في الرانك، ولكن هو ما نزلنيش برضه، هو كان خيار ديفرنشال وريسك. ولكن اللي لسه معاه ماتيتا ومحافظ عليه خليه معاك، ولكن ما تروحش تشتريه. يعني انا حاسس ان هو برضه مش هي الانفجاره بتاعته بصراحه. خليه معاك لو هو لسه معاك، واشوفه جوله كمان وساعتها اقدر احكم عليه، اقول لك روح هاته ولا ما تجيبوش. تاني لاعب برضه لو لسه معاك خليه معاك، وهو جاكبو هو العنصر الوحيد في منظومه ليفربول اللي بيقدر يقول، اللي بيروح على الجون، اللي بيساهم. ولا تقول لي ايزاك ما بقاش خالص ايزاك اللي احنا عارفينه، ولا ايكيتيكي ولا صلاح ولا اي حد بصراحه. يعني انا اصلا لو انا بقول لك اهو روح هات، انا ممكن اقول لك روح هات كييزا احسن ما اقول لك روح هات صلاح او العيال دي كلها. ليه؟ على الاقل كيزا لما بيقعد على الدكه وبينزل ببقى عارف ان هو هيعمل اسيست، هيجيب جون، هيعمل اي حاجه، لان هو بقى يعمل كده الصراحه. اخر لاعب معانا من اللعيبه اللي تصبر عليها وهو محمد قدوس من توتنهام. جاب جون واتحسب اوفسايد الماتش اللي فات، ما كانش موفق اطلاقا. اي نعم هم خسروا، ولكن انا شايف ان محمد قدوس هو المؤثر والعنصر المؤثر وافضل عنصر عامه بال6.5 مليون يعني في الفئه دي. محمد قدوس مهم جدا جدا جدا، لازم يبقى معاك على الاقل انت هتاخد منه اسيست، ممكن تاخد منه جون، ممكن تاخد منه ان توتنهام عامه بتفتح له هو اللعبه عامه، هي ما بتلعبش غير على قدوس. فدي بوينت حلوه ليه، ان الفريق كله بيلعب عليه، فيقدر يساهم ويساعدك في انك توصل لنقط حلوه. اخر حاجه في حلقه النهارده معانا، وهي جبت كام نقطه في الجوله الثامنه وافكاري للجوله التاسعه بشكل سريع. زي ما انتم شايفين قدامكم الجوله لسه ما خلصتش بالمناسبه، لان انا بصور الحلقه دي قبل ماتش برينتفورد وويست هام. فانا جبت 67 نقطه، وهينزل لي سيانسي مدافع بورنموث مكان انزو بنقطتين، فكده يبقى جبت 69 نقطه. نيك بوب في حراسه المرمى نقطتين. للاسف عندي دوبرافكا ب9 نقط، وبحاول ان انا ما ببصش على المنظر ده، وعمر الدارتي جنبه الناحيه الثانيه
ب6 نقط. انا مش فاهم ازاي الصراحه. خط الدفاع رقم كويس نوعا ما، جويهي وجابرييل وتمبر 12 و6 و4، يعني عدد نقط كويس، وهو تقريبا اللي علاني في الرانك جنب ايرلينج هالاند وكابتنته. سيمينيو اللي عمل اسيست وتشال منه اسيست جاب 4 نقط، الفايس كابتن بتاعي قدوس ورايندرز، وانزو اللي ينزل مكانه سينسي زي ما قلنا. فولتاميد اللي جاب 8 نقط، و عندنا اخر حاجه وجيو كيريس، هو النقطتين اللي انا مش شايف له شوفه الصراحه، ولا هو ولا ساكا ولا ايزي ولا اي حد من الليله دي بصراحه. يعني اخر حد في الدكه معانا هيكون اسماعيل يسار. اسماعيل يسار خرج بنقطتين، اي نعم. يعني اللي معاه اسماعيل يسار انا شايف ان هو برده ما يبيعوش. يعني اسماعيل يسار ستيل شخص مؤثر في منظومه كريستال بالاس، ممكن يكون عشان الماتش بس كان صعب فهو ما قدرش ان هو يظهر بالشكل الكافي عامه، ولكن هو عامه مش عنصر انك تلعب بيه اساسي كل ماتش وتعتمد عليه. هي الفكره كلها انك روتيشن. زي مثلا انا دلوقتي بفكر في فكره ان انا ابيع رايندرز واجيب ندياي، وده اللي انا ممكن اكون بعمله دلوقتي عامه، ان انا ابيع رايندرز واجيب ندياي، وممكن ابيع جيوكريس وافكر في لعيبه تانية. حد بقى ريسك انزل بيه خالص واجيب لاعب واحطه على الدكه علشان مسترخصه مثلا. مش عارف الحقيقه ممكن اجيب مين مكانهم، لان الخيارات الهجوميه قليله جدا جدا جدا. ولو ما لقيتش اصلا ممكن احطه على الدكه وانزل سينسي والعب ب5-3-2 عادي جدا، وعلى الاقل هضمن ان سينسي ممكن يجيب لي مساهمات دفاعيه او يجيب لي اسيست او جون، احسن من جيوكريس اللي ما بيعملش اي حاجه وبيخرج لي بنقطتين. فزي الفل، يعني انا ممكن ارضى بالبوينت دي. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده ونصائح الجوله التاسعه. لو عندك اي سؤال قول لي تحت في الكومنتات، ولو مش متابعني على تيك توك روح على تيك توك، عملنا دمار شامل، نزلنا اول ريل وعدى ال 10000 مشاهده، والدنيا هناك زي الفل قوي بجد بجد بجد. الفتره الجايه على تيك توك بالذات هتبقى الدنيا دمار شامل، فاعمل فولو ولايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس واعمل كل حاجه تدعمني بيها، لان الفتره الجايه هتلاقوا حاجات كتيره قوي حلوه جدا 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 في التشانل، وفي اي مكان هننزل عليه كونتنت الاقرع. وكان معكم مني ومن قناه الاقرع، اشوفكم في حلقه جديده، سلام.